لجنه الكره بالاهلي تستعرض الصفقات الجديده في اجتماع اليوم. يعني انتوا عارفين بقى في اجتماعات لجنه الكره، وحاجه مهمه جدا ان يبقى في اجتماعات بشكل مكثف الفتره اللي جايه. يعني تستعرض لجنه الكره بالنادي الاهلي تطورات الصفقات الجديده للفريق الاول بالنادي الاهلي خلال اجتماعها المقرر في الثانيه من ظهر اليوم النهارده الاثنين. كما ستناقش اللجنه اكثر من قضيه اخرى خاصه بفريق الكره وقطاع الناشئين. وتضم لجنه الكره كل من محمود طاهر رئيسا وعضويه كل من طاهر الشيخ عضو مجلس الاداره، وعبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين، علاء عبد الصادق مدير قطاع الكوره بالنادي الاهلي، وليد صلاح الدين نجم الفريق السابق ومنتخب مصر ايضا. وانهى الاهلي اكثر من صفقه ابرزها الغاني جون انطوي مهاجم الاسماعيلي والشباب السعودي، وصالح جمعه ورجب نبيل مدافع دجله، واقتراب ايفونا مهاجم الوداد المغربي. وفي مصطفى عبد الوهاب لاعب الترسانه ان شاء الله باذن الله مضى عقود 5 سنوات، مدافع ان شاء الله يكون قوي باذن الله الفتره اللي جايه للنادي الاهلي. ايضا محمد حمدي زكي لاعب نادي الاتحاد السكندري، ويمكن انا اتكلمت في الموضوع ده من شهرين على محمد حمدي زكي، كان اولى صفقات للنادي الاهلي. اعتقد ان الصفقات مهمه في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي مع قوام النادي الاهلي القوي، اللي هو ان شاء الله لما كل اللعيبه ترجع عفوا لما ترجع كلها من الاصابات، اعتقد ان هيبقى في فريق قوي للنادي الاهلي باذن الله الفتره اللي جايه، وينافس بقى على البطولات بشكل قوي الفتره اللي جايه، ويحصد ان شاء الله البطولات باذن الله تعالى. ولكن هيتبقى اكيد ايفونا وهيتبقى عمرو السوليه، هم دول اللي فيه كلام كتير جدا جدا عليه. في كان لاعب في نيجيريا سكوراني او سوكاري ده كان لاعب خط الوسط المدافع، عشان في كلام كتير جدا جدا حرام بناس بتقعد تجيب اسماء النادي الاهلي واسماء ناس معينه النادي الاهلي بيتعاقد او بيتفاوض، وبعد كده لا الصفقه مش للنادي الاهلي. هو اصلا ما اتطرحش في النادي الاهلي، يعني هو لاعب حد كان بيحاول يتكلم عليه من بعيد، ولكن في النهايه النادي الاهلي لا رفض الصفقه وما كانش عايز الصفقه اصلا، فالنادي الاهلي ما دخلش في الصفقه، عشان بس الناس تبقى عارفه، عشان ما يحاولش الاعلام او بعض الاعلاميين الزملاء المحترمين ان هم يتكلموا النادي الاهلي بيجري وكل الناس وما عرفش يخلص الصفقه ديت وما عرفش يخلص الصفقه ديت وما عرفش يخلص الصفقه دي. لا هو اصلا مش معروض، هو يمكن حد من بعيد جدا جدا اتكلم على موضوع اللاعب، ولكن في النهايه النادي الاهلي رفض الموضوع اصلا، وهو كان شايف ان هو في حاجه للاعب، فبالتالي لو راح لاي نادي تاني مبروك، يعني اكيد مبروك، مش دي القضيه بتاعت سكاري وسكاري وما فيش اي مشكله